ادي اللون بتاعها، وزي ما قلنا بتبشر الطماطم كده بتبقى طعمها احلى. وكمان حطيت معلقه الخل في الاخر، ما بنحطهاش تستوي على النار، بتقدميها بقى جنب العيش الشامي او العيش المحمص كده في الفرن، او ممكن تقدميها زي ما عملنا قبل كده مع بعض، خبز اللي هو التوم، خبز التوم بالبصل الاخضر كده طعمه مميز وجميل. ان شاء الله هنزل لكم الوصفه على القناه. خبز فعلا مميز وسهل، بتعمليه بالميه وبالثوم وبالبصل، مفيش اكتر من كده. وطعمه وريحه البصل مع المسقعه فعلا هتبقى جميله جدا، وكمان اقتصاديه. هتعمليه بكوبايه دقيق مع حوالي ربع كيلو بس من البتنجان، هتكفيك ان شاء الله غدوه انت وولادك، وتكفي عيله. وان شاء الله يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.